بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بألف خير وصحة يا رب. النهارده كده معانا أكلة حلوة قوي قوي، بطريقة حلوة وتتاكل أكل كده يا جماعة، أكل. تعالوا ندخل فيديو ونقول عن مكوناتنا ايه. معانا توم وفلفل سبايسي وبارد، وحزمة كده من الكزبرة، حزمة من الكزبرة أو البقدونس، مش هنختلف عليها يعني. تعالوا بقى ايه كده نفرمهم في الكبة ونشوف احنا هنعمل باقي الخطوات مع بعض. طبعا انا فرمتهم في الكبة ناعم جدا، وجبت بصلتين وقرنين فلفل وليمون وحبات من الطماطم، 3 حبايات كده من الطماطم، ومعايا 4 بطاطسات بالظبط حجمهم وسط، ومعايا ملح وكزبرة وكمون. فقط لا غير، فقط لا غير. واللي احنا عملناهم الكزبره، البقدونس او الكزبره والثوم والفلفل في الكبه. تعالوا بقى نجيب البلانشة بتاعتنا ونجيب البولة بتاعتنا، ونبتدي بقى يا جماعة نقطع الخضار بتاعنا. الأكلة حلوة وشهية ولذيذة، والله يا جماعة. الأكل البطاطس حتى اتاكلت كلها، يعني مش قادرة أقول لكم على طعامتها عاملة ازاي. هنجيب بقى البصل نقطعه سلايس كده، ونحاول نفككه من بعضه ان هو يبقى متفكك، ما يبقاش ماسك في بعضه، لا، يبقى متفكك كده من بعضه. هقطع بقى البصل، وبعدين الطماطم نفس التقطيعة، كله تقطيع واحد، مفيش الا البطاطس بس اللي متقطعة حلقات، ومتقطعة حلقات رفيع جدا، لان السمك لما بيدخل الفرن بيستوي على طول. طبعا هنا انا في التحضير ده انا ما قعدتش وقت في التتبيلة ولا حاجة، انا عملت الاكلة دي وحطيتها في الفرن على طول، يعني عملت السمك وحطيته في الفرن على طول. كمان هنعمل طرنشات من الليمون، بيدي مزازة حلوة قوي، بينزل العصارة كمان بتاعته، بيبقى جميل. وفي التقديم بيبقى برضو انا مش قادرة اقولك ان هو برضو اتاكل. جربي الطريقة دي في السمك البوري او السمك البلطي او السمك الماكريل، التلاتة بيمشوا مع بعض. انا كان عندي سمك، وقلت ان انا هعمل الصينية دي وادخلها الفرن، ويبقى مشوي ويبقى فرن يا جماعة. انتوا واخدين بالكم؟ مشوي وفرن. طبعا هنا احنا خلصنا الشطة بتاعتنا، زعلانه انا عشان البرطمان اللي خلص ده، طبعا مش هنرمي اللي جوه البرطمان ده. حطيت كده شويه منه في التتبيله، وشويه في سبتهم كده لوحدهم ادهن بيهم السمك في الاخر. طبعا جبت بقى قرن سبايسي كده ندلع بقى الاكله بتاعتنا، ما كانتش سبايسي ما تتاكلش. واللي متابعني عارف ان احنا بنحب الشطه يا جماعه. عايز موضوع الشطه ده اختياري، عايزه تحطيه ماشي، مش عايزه تحطيه انت براحتك. تتبيله حلوه وطريقه حلوه للسمك البوري، البلطي، الماكريل، اي نوع سمك من دول هتمشي معاه الطريقه دي بطريقه حلوه وسهله. هنجيب بقى ايه الصينيه بتاعتنا. انا مش قادره اقولك بقى على الروايح كده حلوه ولذيذه. والتوابل طبعا عندنا في البيت، طبعا البخاخه نرش بقى بخه حلوه كده من البخاخه بتاعتنا، السبراي بتاعنا ده سبراي زيت يا جماعه. ونحط الخضار كله اللي معايا، حطي حتى اخر قطره، مفيش مكان نروح نحط على الحوض على طول. نعمل بقى نفرد الصينية بتاعتنا. طبعا هنا في الخطوة دي انا المفروض كنت تبلت السمك في الاول عشان نبقى واخدين بالنا، بس انا ما تعرفش ايه اللي نزل عليا كده وما تبلتوش. هو المفروض مجرد ما الخلطة تتخلط ان انا اتبل السمك الاول، بس انا الصيام بقى مقصر ولا ايه ما تعرفيش، الدنيا مش ظابطة يعني. فانا قمت ايه عملت الصينية بتاعتنا زي ما احنا شايفين كده مع بعض، والجمال بتاعها والواناتها جميلة قوي. طبعا احنا في الوقت ده مولعين الفرن، ناخد بالنا البوري طبعا غسلاه وفتحاه ومنضفاه بالطريقه اللي احنا شايفينها مع بعض دي. هعمل بقى احط فيها التتبيله من اللي انا عملتها، فلفل وطماطم بس، فلفل وطماطم بس جوه. وطبعا هي كده كده متبله واخده الملح بتاعها مظبوط، والتوابل بتاعتها مظبوط. زي ما احنا قلنا السمك بيحب الكزبره والكمون والملح والشطه. والملح تركة الملح، في اسماك بتحب الملح واسماك تانية لا.
البوري من الحاجات اللي بتتملح وبيبقى ملحها زي سيكة كده. البلطي نفس الكلام. الماكريل لأ، لأن هو بيبقى في بحر مالح، بنبقى مقللين له يعني تقللي نسبة الملح بتاعته. كذلك برضو السمك بتاع السردين، لو بنتكلم على حلقات من السمك ان احنا ناخد بالنا من التركات بتاعة الملح والبهارات بتاعته. شايفين الجمال بقى والحلاوة؟ طبعا انا ما نقعتوش في تتبيلة ولا ليلة من دي خالص. احنا عملناه كده وكنا مولعين الفرن ودخلت الفرن على طول. حلو الكلام، حلو الكلام. تعالوا بقى معلقة الشطة اللي انا حطاها مع التتبيلة اللي انا فرماها في الخلاط او في الكبة زي ما احنا متعودين، هندهن بيها السمك. طبعا هنا انا عملت سمك، حجم السمك بقى متوسط بقى صغير زي ما انت عايزة. يعني احنا لنا حرية الاختيار يا جماعة. هدهن بقى السمكة كده من ناحيتين زي ما احنا شايفين كده مع بعض. طريقة سهلة وبسيطة ومش هتاخد منك ولا وقت ولا مجهود، وصدقيني هيبقى أحلى من السمك المقلي وأحسن من السمك المشوي. لو احنا عايزين نعمل طريقة تانية وتبقى شهية وشكلها حلو على سفرتك وتتاكل كده أكل. يعني أنا بقولك احنا أكلنا الخضار نفسه قبل السمك. لك أن تتخيلي إن احنا أكلنا الخضار قبل السمك. جنب شوية رز بقى بشعرية، رز حباية وحباية، رز أبيض زي ما انت عايز. كل مكوناتنا موجودة في البيت ومتاحة، مش هنكلفنا لا وقت ولا مجهود ولا هنقف في المطبخ كتير. يعني عشان نقف بقى كتير وننقع ونعمل والليلة دي لأ. طريقة سهلة وبسيطة ومش متعبة. والله على الجمال بتاع الصينية يا جماعة. شفتوا حتى اخر قطره. ملاحظين واخدين بالكم حتى اخر قطره. عايزين ربع كوبايه ميه كده، طبعا الخضار والسمك هينزل سوائل، مش هحط اي ميه خالص، بس انا حبيت ان انا اجيب اللي في البرطمان. هنعمله بقى مع بعض في حلقه تانية. الشطه دي رهيبه يا جماعه. نجيب بقى البخاخه السبراي بتاعنا، نرش رشه بقى، رشه حلوه كده. طبعا ولا في اي مادة دهنية نهائي، احنا رشينا الرشة دي بس. طبعا كلنا يعني ما انتش عايزة ترشي بالفرشة، حطي كده بالازازة. طريقة سهلة وبسيطة ومش مكلفة. وطبعا احنا شايفين الجمال. هي كده يعني بصوا، تتاكل اكل يا جماعة والله. حلوة قوي، طريقة حلوة ولذيذة بجد، بطريقة مش حلوة قوي قوي بجد. شايفين الجمال؟ هسيبكم كده تتمعنوا وتاخدوا الشكل. حلوة يا فوزية، حلوة يا ام ابراهيم، للي ما بحبش ام ابراهيم، حلوة يا ام ابراهيم، جميلة. ما شاء الله. طبعا احنا قلنا درجة حرارة الفرن تبقى عالية وندخل على طول على الفرن. طبعا هنا كانت قعدت بالظبط ربع ساعة، وبعدين خرجتها هقلبها بقى على الوش التاني عشان تبقى واخدة معايا واخدة معايا من الجنبين لون. يعني ما نخافش ان احنا نقلبها، لا تقلبيها عادي بطريقة سهلة. تجيبي معلقتين او كبشتين او زي ما انت عايزة، وتحاولي ان انت تقلبيها. طبعا الصينية سخنة وشايفين بتروح وتيجي، الخضار اصلا منزل الصوص بتاعه. وهبتدي بقى ان انا اقلبها بالمعلقتين مع بعض. اهو شايفين، طريقة سهلة ولذيذة. طبعا السمكة سخنة وهقلبها اهو، شايفين، عشان تاخد معايا شكل من الجنبين. يعني ما حمرش جنب وجنب تاني، لا تاخد معايا لون من الجنبين عشان لما تيجي تاكلي. طبعا احنا متفقين ان العين بتاكل قبل البق. في ناس ما بتحبش السمك يبقى لونه كده، وفي ناس بتحبه لونه كده. انا بحبه اصلا لونه يبقى متحمر واخد لون من الناحيتين عشان ان انا اعرف اكله. شايفين كده ده لونه بعد ما طلع واستوي، والخضار طبعا كمان استوي. شايفين الجمال؟ الله على الجمال بقى والريحة يا جماعة. شايفين الليمون ده بصوا، مش قادرة اقول لكم العيش اللي هو المشوي ده او تحت الشواية. طبعا في الفرن لو هي استوت وما خدتش لون من فوق، نولع طبعا الشواية، ناخد بالنا من التركات دي.
وما تسيبيش مثلا اكلك في المطبخ وتروحي تقعدي قدام التلفزيون او تتلبخي على التليفون وما تاخديش بالك من الاكل بتاعك. اهم حاجة في الاكل ان انت تبقي واخدة بالك من كل حاجة. شايفين الجمال؟ هسيبكم بقى مع الحلاوة دي تشوفوها بقى من قريب ومن بعيد. شوفوا انا جايبه لكم من قريب ومن بعيد. بص الرخامة كلها والله جايبها لكم. شايفين الجمال؟ الله على الحلاوة. أكلة رائعة وشهية جدا ومش مكلفة زي ما احنا متعودين مع بعض. أشوفكم إن شاء الله في فيديو جاي.